السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. معكم مريم من قناه شمال المتنوعه. اليوم جبت لكم وصفه البراونيس، وصفه سهله ومبسطه. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا غنعملوا 200 غرام د الشوكولات مع 100 غرام د الزبده يذوبوا في واحد البول. غنعمل 2 الكيسان د الطحين. المقادير كامله غنخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. 2 الكيسان د الطحين غنغربلهم، من الاحسن نغربلوهم مع مع 3 المعالق كبارين كاكاو خام، اولا نعوضوهم 2 ساشيات كاكاو خام مع قبيصه الملحه. من بعد ملي كيذوب لنا ديك الشوكولات مع الزبده كنخليوه يدفى غير واحد شويه، كنزيدو عليه كاس وربع د السكر، وغادي نزيدو عليهم 2 د البيضات، وغنزيدو عليهم ساشي د فاني. وهنايا عندي الفران كيسخن على درجه حراره 180 من تحت ومن فوق، ومن الاحسن البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وكما قلت لكم هذا الخليط د الشوكولات مع الزبده يكون عندنا بارد شويه باش ديك البيضات ما كيطيبوش معنا. وحاول حتى السكر كنعملوا السكر هو الاولي باش كيذوب لنا السكر شويه. من بعد ملي كنخلطوا ديك العناصر السائله كنعملوها على ديك العناصر الجافه اللي عندنا الطحين وكاكاو. كنخلطوا صافي. دائما البراونيز كنعملوه في الصينيه اللي كتكون فيها الورقه د الفران. صينيه كيف ما كانت، كبيره صغيره يعني مدوره ولا طويله، فحال. انا هنايا غنعمل شي حاجه للقرقاع. تقدروا تخليوه كيف ما هو، تقدروا تعملوا عليه شوكولاته طريفات، الاختيار كيبقى ديالكم. انا هنايا كان عندي شي حاجه للقرقاع عملته عليه صافي. وغنجمع العجينه ديالي وغنعملها في الصينيه اللي كتدخل الفران، وغنبسط العجينه ديالي بسباتولا، وغنزوقو بشي حاجه د القرقاع، وغندخلوه يطيب في الفران درجه حراره 180 غير من تحت مده 30 دقيقه. كنخرجوه باش ما كينشفش معنا وكيقصح داغيا كيطيب الصراحه. وهذه وصفه سهله وبسيطه ما فيها شي تعقيدات بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاكم فيديو جديد. مع السلامه.